اللهم بارك، احلى فول هتتسحروا بيه. شايفين الفول؟ والله مش فول يا جماعه، ده زبده. شايفين؟ وزي ما قلت لكم الفول موجود في كل حته، الفكره في البركه هنا. والفكره معانا في ايه؟ حاجه حلوه كده ومعموله في البيت ونحسس الولاد بالفرحه والاجواء الرمضانيه. شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بجد حاجه كده زي القمر. شايفين؟ اللهم بارك. شوية الشطة كده ما شاء الله، شوية الكمون، أنا بقى بحب الكمون، بحب أكتر كمون زي ما انتم شايفين كده، وشوية ملح ما شاء الله، مع معلقة الزيت الحار، الزيت أي زيت بقى بتحبيه اللي انت عايزاه، مع شوية الطحينة اللي زي القمر كده ما شاء الله. اللهم بارك. على نص ليمونة كده ما شاء الله. اللهم بارك. أحلى فول هتاكلوه. وبالهنا والشيف. ما تنسيش بقى تعملي لايك وكومنت وشير عشان يوصل لك كل جديد. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض احلى فول مدمس. كل سنة وانتم طيبين. شايفين الفولة؟ انا منقياها دلوقتي، هنزل عليها بمية عادية. لو عايزين تحطوا مية سخنة عادي، المية السخنة بتسرع ان هي تتنقع معايا. انا عادي مش مستعجلة عليها. فول بعد ما نقعته حوالي ساعتين. شايفين المية دي لازم يتغسل منها كويس قوي. ودلوقتي بعد ما غسلته كويس قوي هنزل عليه هنا في الحلة. بسم الله. ودلوقتي هنزل ببصلاية وتلات 4 فصوص توم وطماطمايه وكوباية كده من العدس الاصفر، نص معلقة كركم، وليمونة معصورة. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله. ودلوقتي هنزل بكاتل مية مغلية. اهم حاجة المية لازم تكون مغلية. وبعد ما حطيت المية يا دوبك المية مغطياه اهي، هعمل ايه بقى؟ هحطه على نار عالية يغلي نص ساعة، وبعد نص ساعة هوطي عليه خالص، وكل ما المية تبدأ تنشف هزوده مية مغلية. اللهم بارك. احلى طبق فول هتاكليه. ايه القمر ده يا ولاد؟ لا 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 لا، شكله تحفة.